الله أكبر. وليخسأ الخاسئون. الله أكبر. وعاش شعبنا العظيم وأمتنا المجيدة، وعاش المجاهدون. منكم ومن الأسياد. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت. سنة 1985 في القمة العربية في المغرب توضع قدام كل رؤساء الدول العربية علامة ممنوع التدخين. رئيس العراق صدام حسين جبد السيجار وبدا كيتكيف. مع النطرة الأولى خابرو في ودنو الرفيق ديالو وزير الخارجية: سيدي راه كاينه علامة ديال ممنوع التدخين. تلفت ليه صدام وبنظرات ثاقبة قال ليه: العلامة للرؤساء الآخرين ماشي للعراق. فقلب العلامة على الطابلة وشعل السيجار. تم حطوا ليه طفاية وشاف الرفيق وقال ليه: نحن العراق. وابتسم واحد الابتسامة. حتى أن ملك المغرب الحسن الثاني قال كلمته الشهيرة: فوالله عندما يتكلم صدام حسين نصمت كأن على رؤوسنا الطير. رحل صدام ورحلت هيبة العراق. في الكتاب صدام لم يعدم. أكاذيب أمريكا وأسرار لعبة الشبيه. الكاتب أنس الدغيدي كيعطي أدلة وبراهين على أن الشخص اللي حاكموه واللي بينوه في المحكمة وفي المقسلة ديال الإعدام ما كانش هو صدام حسين، بل كان الشبيه ديالو اللي جابته أمريكا باش تمثل علينا مسرحية شارك فيها من شارك. وأن صدام حسين الحقيقي ما عندوش خالة في وجهه، لكن اللي جابوه ممثل بارع مثل علينا فيلم أمريكي من إنتاج هوليود حسب ما تيقول الكتاب. سيداتي سادتي، حلقة اليوم رحلة إلى أرض الرافدين، أرض العراق المجيدة، أرض الرباط والجهاد، إلى تاريخ بلاد الله أكبر اللي فتح البطل سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية وافتح مدائن كسرى بالعراق. رحلة إلى تاريخ هيبة العراق. حلقة اليوم على الشهيد صدام حسين عبد المجيد، المهيب، الركن، تاج الصناديد، سيف العروبة، العملاق. أطلق لها السيف لا خوف ولا وجل، أطلق لها السيف وليشهد لها زحل. هو صاحب الأبيات: لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب. إني أنا صدام أطلق لحيتي حينا ووجه البدر ليس يعاب. قالوا عليه ديكتاتوري قاتل سفاح، واختلفوا حول الآراء ما بين اللي اعتبره مجرم شرير ارتكب أعمال القتل الجماعي والتعذيب والاغتيال والإبادة في حق الشعب العراقي من أطياف السنة والشيعة والأكراد والأقليات الأخرين. ووصف الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه أكثر الأشخاص شرا في العالم، وآخرين اعتبروه أسد العروبة وأب العراقيين، رجل من طينة الكبار، رابع رئيس لجمهورية العراق حتى 2003. طلق 39 صاروخ سكود بعيد المدى على إسرائيل الصهيونية وقصف تل أبيب براجمة الصواريخ، وتحدى حكام العرب كاملين بإطلاق صاروخ واحد باش يكملوا 40. في العهد ديالو المرأة العراقية كانت كتسمى الماجدة، مصونات ومعروفات بالعفة والطهارة، ومن سابع المستحيلات تشطح ولا تعرف قنوات تلفزيونية بحال اللي كنشوفوه دابا. قال القاضي المحكمة: يا علوج، احنا الموت تعلمناه في المدارس وما نخاف منه من بعد هالشيبات. قال سوريا ولبنان اعطوني الحدود ديال بلادكم سيمانة وغادي نحرر فلسطين الأبية. وقال مقولته الشهيرة: أنا ستعدمني أمريكا أما أنتم ستعدمكم شعوبكم. فشكون هو صدام حسين وعلاش عدموه وباش من جريمة تصدر في حقه حكم الإعدام؟ واش بصح هو باقي حي ما عدموش لكن كانت غير مسرحية حسب ما جا في الكتاب ديال أنس الدغيدي؟ وإلا كان بصح فشكون هو هداك اللي كان كيبان في المحكمة؟ واش باقي صدام حي يرزق لحد الساعة؟ وشنو قصة حرب العراق مع إيران؟ وعلاش احتل الكويت؟ وكيفاش دخلت ميريكان للعراق؟ شلابوك وحوايج غتعرفوها في هذا الفيديو الا تبعتي معايا دقه من الاول حتى الاخر، وتبقى معايا حتى يكمل الفيديو. اعطونا لايك واشتركوا في القناه وتابعوني على الانستغرام
على بركة الله. 30 دجنبر 2006 يوم عيد الأضحى المبارك وعلى النبوري. الجوج ديال الصباح غيحلوا باب السيلون اللي كان فيه صدام باش يعلموا بلي هذا هو النهار الاخر ليه، وبلا ارتباك وبكل هدوء طلب ياكل وجبه الروز باللحم مسلوق. كان طلبها قبل وشرب كويس ديال المسخون مع العسل، المشروب اللي من صغره هو كيشربه. توضى وجلس كيقرا القران من المصحف اللي هداتو لمراتو وكيتصنت لعظيماتو. في ديك الوقيته كان فريق الاعدام كيكرفوا الحبل ديال المشناقه وكيوجدوا ارضيه المنصه، وما جات فين توصل 6 ديال الصباح بتوقيت بغداد، حتى دخلوا مقنعين بأقنعة كتشبه العصابات المافيا في مقر دائرة الاستخبارات العسكرية في منطقة الكاديمية شمال بغداد باش ينفذوا فيه حكم الإعدام شنقا حتى الموت. وبقوة وصلابة رفض يدرقوا لي وجدوا بدرة كحلة، وبابتسامة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. القصة بدات مع الغزو الأمريكي للعراق، من اتهم جورج بوش صدام بأنه كيمتلك أسلحة دمار الشامل المحظورة. من بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية اللي تم استهداف برجي التجارة العالمي في نيويورك ومقر إذاعة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن العراق إحدى دول محور الشر الداعمة للجماعات الإرهابية، واتهم المخابرات العراقية بأن عندهم يد في هذا الشيء. وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن أن نظام صدام كيشكل تهديد للعالم بسبب تاريخه في استخدام الأسلحة الكيماوية، ووصف الرئيس العراقي صدام بأنه أكثر الأشخاص شرا في العالم. وبدأ الاجتياح الأمريكي الغاشم لأرض الرافدين، وفي 20 مارس 2003 كان التدخل العسكري الأمريكي المباشر بتحالف مع بريطانيا اللي دامت 51 يوم قاوم فيها الجيش العراقي هذا التدفق وقدر يحمي الحدود للجثمانات، لكن في الأخير سقطت بغداد وأصبح صدام حسين المطلوب رقم 1 حي ولا ميت. فأصبح العراق خاضعا خنوعا وحمام دم لم يعرف مداك الحين طعم السلام. من بعد الاجتياح الأمريكي الغاشم لأرض الرافدين دخلت البلاد في حالة من الفوضى وانقسامات لدرجة ما كيدوش نهار واحد إلا وكتسمع بالعمل الانتحاري ولا انفجار، حتى ولا اسم العراق مقترن بالعنف والإرهاب. طبعا أمريكا في شخص جورج بوش هي المسؤولة على هذا حمام الدم. تقريبا إلا سولتي أي واحد على شنو السبب اللي خلى الأمريكان تدخل العراق فغالبا غادي يجاوبك ويقول لك أسلحة الدمار الشامل، لكن إلا عاودتي سولتيه وقلتي لي واش لقاو هاد أسلحة الدمار الشامل فأكيد غادي يكون الجواب هو النفي القاطع. إذا شنو لقاو؟ أو بالأحرى شنو جابهم من العراق؟ غيدخلوا الأمريكيين بجيوشهم الكاسحة لأرض العراق حتى بدا الهدف الحقيقي من الغزو كيبان وكيزيد يوضح. لكن وسائل الإعلام في ديك الوقت كانت متواطئة وبقات الحقيقة مخفية حتى تم تسريبها للعلن. طبعا صدام حسين ما كانش عنده أسلحة الدمار الشامل، والحرب على العراق شكلت فضيحة مدوية في المنتظم الدولي رغم التآمر. لكن صدام كانت عنده حاجة أخرى ما كانش عند حتى شي قائد آخر، كانت عنده مغارة علي بابا يا سادة. في البداية ديال الغزو في ماي 2003 في مدينة القائم العراقية في الحدود مع سوريا، جنود المارين صادروا واحد الشاحنة لافرة صايقينها جوج ديال العراقيين ولقاو فيها 2000 سبيكة ذهبية كل واحدة كتوزن 18 كيلو، والقيمة الإجمالية ديال هاد السبائك في ذاك الوقت كانت هي 500 مليون دولار. من بعد أيام لقاو عاوتاني في مدينة الحلة جنوب بغداد شاحنة فيها سهريج خاصة بنقل النفط وفيها سبائك ذهبية واصلة قيمتها ل 90 مليون دولار، وحتى الشيفور كان ما عارفش بأنه هاز هاد الخير كامل. عاوتاني في كركوك وفي مهمة تفتيش روتينية شدوا شاحنة فيها 1000 سبيكة، والشيفور قال باللي خلصوه 300 دولار باش يوصلها لكركوك، وكان كيحسب لي أنهم شارجي قضبان نحاس بلاصة الحديد. من بعد أيام قليلة وفي نفس القنت شدوا شاحنة بماتريكول سوري فيها 1183 سبيكة ذهبية والقيمة ديالها 700 مليون دولار. وطبعا هادشي اللي بان الإعلام لكن ما خفية كان أعظم، بالإضافة للمخابئ اللي لقاو في قصور صدام، بحيث لقاو في قصر بغداد الرئاسي 700 مليون دولار كاش، وفي منزل من المقربين ديال صدام لقاو 120 مليون دولار مخبيه في الكوخ ديال الكلب ديالو. المتحدثين باسم الجيش الامريكي قالوا باللي غادي يفحصوا السبائك وغادي يقوموا بتحديد القيمه الاجماليه ديالها وغادي يسلموها للحكومه المنتخبه. من بعد راجت شي اخبار باللي السبائك ماشي كلها ذهب بل كان مخلط فيها النحاس والزنك،
وبالتالي انضبسات القضية وما بقينا سمعنا والو على ذهب العراق المنهوب. تم العملة العراقية طاحت بزاف حيتاش كانت مربوطة بالذهب. 1982 كان دولار أمريكي كيساوي 3 دينار عراقي، دابا 1 دولار أمريكي كيساوي 1190 دينار عراقي. من غير هادشي تقارير استخباراتيه وصلت للبيت الابيض تتقول ان جيش صدام وصل لواحد القوه فاقت المسموح به بالنسبه لدوله في الشرق الاوسط، فولا كيشكل تهديد للامريكان واسرائيل نهار كان الجيش العراقي رابع اقوى جيش في العالم. هذا هو السبب الحقيقي. وفي النهايه جورج بوش قال لهم كان خطأ تقديري من الاف بي اي وما كانوش اسلحه دمار الشامل عند صدام غير غلطنا والسلام. هي فاش شير عليه واحد الصحافي بصباط لوجهه كانت غتجيه اللودن كل ما خواش. 16 يوليوز 1968 ناض صدام حسين هو وصحيبه احمد حسن البكر، عمرو بريري ديالاتها يحطوا عليها اخطار. ما طالعاش اش غنديروا ما غنديروا انقلاب ونشدوا الحكم. اما جا فين يضرب الغد ليه حتى كيبان لك صدام على راس المجموعه المسلحه مقتحمين القصر الجمهوري ومكتفين الرئيس عبد الرحمن عارف، ونجحوا في الاطاحه بالنظام. تما ولا احمد حسن بكر رئيس الجمهوريه وصدام النائب ديالو. لكن شكون هو هاد صدام؟ 28 ابريل 1937 تزاد صدام، ولد باب الله، كبر وسط عائله بسيطه في قريه العوجه كتخدم في الزراعه في الشمال الغربي لبغداد. مات باه حسين قبل ما يتزاد ب5 شهور، وتزوجات الام ديالو بسراح البهيم ابراهيم حسن، الشيء اللي خلاه يعيش ظروف قاسيه مع رجل مو. ساهمت باطفاء طابع التمرد والجديه في الشخصيه ديالو. من بعد التحق الطفل صدام بالسكويله معطل المقارنه مع اقرانه بسبب ظروفه الماديه. جاب الله خاله خير الله طلفاح اللي كان بوليسي هو اللي تكفل بيه. عاش صدام مع خاله وتأثر بشخصيته العسكرية المنضبطة من جهة وبأفكاره القومية ومشاعره الثورية من جهة أخرى. العراق حتى 1932 كانت تحت الاحتلال البريطاني، مملكة عراقية لكنها محمية للمملكة المتحدة. وصل للثانوي وتبع قرايته في الكلية شعبة الحقوق، ومن بعد فترة الجامعة ارتبط صدام بحزب البعث القومي اللي كان عنده حس ثوري مناهض للأنظمة الملكية. ديك الساعة كانت العراق مملكة ماشي جمهورية، حتى 1958 فاش غيدير الزعيم عبد الكريم قاسم انقلاب على الملك فيصل الثاني وغيتولى الحكم، تم غتولي العراق جمهورية. احمد حسن بكر في اواسط السبعينات شرف ومبقاش قادر على مزاولة المهام الرئاسية ديالو بشكل مناسب. في هذه الفترة صدام هو اللي كان كيقود دواليب الحكم في الخفاء قبل ما يولي رئيس جمهورية العراق في 1979 فاش غادي ينتخب صدام بشكل رسمي رئيس الجمهورية وأمين عام لحزب البعث العراقي وقائد لمجلس قيادة الثورة. شد العراق كبلد متشتت بسبب الثورات السابقة ومنقسم لشيوعيين وقوميين، وكيشهد صراعات طائفية ما بين الشيعة والسنة. وباش يجمع شمل ديال البلاد ويدير النهوض الاقتصادي بدا أولا بتشكيل حكومة اختار الشخصيات ديالها بدقة وتأني، وانشأ جهاز اختباراتي أمني داخلي لحماية السلطة. أول سنين حكمه بين صدام على مستوى كبير من النضج السياسي، أعطى حكم ذاتي للأكراد وأصدر قانون مجاني التعليم من الروض حتى للدكتوراه، ودار إجبارية محو الأمية واللي ما بغاش 3 سنين ديال الحبس، ورجع الرعاية الصحية فابور، وبنى 1200 مصنع متطور لشتى المجالات. هذا الشيء اللي وفر مناصب شغل كبيرة. وبالنسبة لخريجي كلية الزراعة وهب قطعة أرضية لأي خريج باش يستثمرها، وفرت تخفيضات إجبارية على الملابس والماء والضوء والترانسبور مقابل تخفيض الضرائب عليهم. والجميل جدا وضع المرأة العراقية في مرتبة عالية وأعطاها قدسية وسماها الماجدة، وكان يستحيل تشوف عراقية ترقص ولا تغني في التلفازة. ركز صدام حسين بشكل كبير على تطوير النظام التعليمي، وكان كيتم إرسال آلاف المهندسين باش يتكونوا في الخارج على نفقة الدولة، وأعطى تعليمات ببناء 5500 مدرسة وثانوية. هذا الشيء اللي خلى العراق تحصل على جوائز عالمية، وكانت أول دولة عربية كتنعدم فيها الأمية. مع تولى صدام حسين الحكم في 1979 اعلن انه عاقب شي وحدين من قادة حزب البعث العراقي بدعم من سوريا باغيين يديروا انقلاب عليه. تم دار اعدام ل 17 من القادة وكوادر الحزب، ودار حملة تطهير وصف المعارضين شملت 450 من قادة الجيش. النهار الاول يموت المش
وفي ذاك العام نيت كانت مقربلة في الجارة إيران بسبب السخط الشعبي. اندلعت في إيران ثورة شعبية قادها رجل عنده لحية كبيرة ومدير رزة سميتو الخميني وتيعيطوا ليه روح الله الخميني. نجحت في الإطاحة بنظام حكم الشاه وإعلان إيران جمهورية إسلامية، وتحولت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلاوي اللي كانت مدعمه أمريكان، وقيام الجمهورية الإسلامية قائمة على المذهب الشيعي برئاسة ولاية الفقيه باش يولي مسيو الخميني المرشد الأعلى زعيم الثورة الإيرانية. لكن هاد الشي ما بردش ليه القلب، بل بغى يدير تصدير الثورة للدول المجاورة وكيحاول تأجيش الشارع العراقي والتأثير خصوصا على الشيعة والأكراد العراقيين. صدام قال ليها حجر العافية لما تفرق عليا، فقصفت إيران المناطق الحدودية في محافظة ديالي والكوت، الشي اللي فيه خرق لاتفاقية الجزائر ومحاولة لإيران لغزو العراق. وكان حلم الإيرانيين القضاء على أي سنة في العراق وتحويلها لمستعمرة فارسية شيعية، لكن صدام ما طلعش سويهل، شرق اتفاقية الجزائر وقال للعسكر ديالو قعدوا اليوم غنوريو الخميني علاش قادين. فكان رد فعله قاسي وقصف قرى كردية، وهكا بدات حرب 8 سنوات بين الجارتين العراق وإيران واللي تسمات بحرب الخليج الأولى. الحكومة العراقية سماتها قادسية صدام وتعرفت عند إيران بالدفاع المقدس، واحدة من أكثر الحروب دموية وتدميرا في القرن العشرين اللي مشاو فيها أكثر من 1,000,000 قتيل. بدات تحركات كردية بتمويل إيراني، وهنا كان رد فعل قاسي من صدام اللي قصف قرى كردية بأكملها من بينها قرى في العراق في إيران، وهذه كانت بمثابة بداية الحرب مع الفرس. غادي يقرر تصعيده من بعد 10 شهور ديال المناوشات غتوقع حرب مباشرة بين الطرفين. كانت حرب شرسة بمعنى الكلمة لمدة 8 سنين تدمرت فيها البلدين وتأثرت بشكل كبير اقتصاديا، زيد على ذلك اقتراضهم المبالغ كبيرة من أجل التمويل الحربي خصوصا العراق، وكانت الخسائر مليارات دولارات كتقديرات غير رسمية 800 مليار دولار، من غير اللي خلفاته الحرب من مئات الآلاف ديال الأسر فقدوا العائلات ديالهم، وكذلك مئات الآلاف من الجرحى والأسرى والمعاقين، إضافة للاقتصاد منهك وآثار ديال الدمار في كل بلاصة. سالت الحرب اللي كان فيها تفوق نسبي لإيران من ناحية الخسائر، أما العراق فانتصرت دبلوماسيا وقدرت أنها توقف المد الإيراني الشيعي اللي كان غادي كيزيد في الجذور ديالو باش يتعمق في الخليج. وهذه هي الجملة اللي كان كيرددها صدام على كل رؤساء الدول العربية في الملتقيات الدولية، تيقول لهم لولا العراق لاستعمرتكم إيران ودبحتكم ميليشياتها. مع سالات الحرب العراقية الإيرانية سنة 1988 حتى غيبدا يبان الدخل مع الجارة الكويت، لكن نقطة الكحلة في الدوسي ديال صدام حسين والزبلة اللي دارها قد راسو اللي خرجت عليه واللي ما ندمش عليها كانت هي سيداتي سادتي. حلقة اليوم مسالات، شكرا لكم بزاف على المتابعة. باقي شلابك وهدرة، باقي شلابك وما يتعاود. الجواب ديال بزاف ديال الأسئلة غادي يكون في الحلقة الماجية، الحلقة الثانية على صدام حسين غادة تكون قريبة إن شاء الله، باش نجاوبوا على شنو هي جريمة صدام حسين وعلاش داروا ليه المشناقة وعدموه، واش كان أسد العروبة ولا قاتل سفاح. الحلقة الماجية غادي نجاوبوا فيها على شلابك وأسئلة. داكشي علاش عطونا لايك واشتركوا في القناة وتابعوني على الانستغرام، وإلا كان كيعجبك هذا المحتوى فالقناة واقفة عليك دابا ومحتاجاك. محتاجين نشريو ميكرو باش نديرو واحد الصوت افضل، محتاجين نشريو كاميرا باش يكون الجودة ديال التصوير مزيانة، ونزيدو نوعو نديرو فيديوهات كتار في السيمانة. اذا بغيتي تدعمنا شكرا ليك بزاف. اللينك ديال باي بال دعمنا فيه واخا غير بدولار ولا 2 ديال الدولارات غادي يكون واحد الفرق كبير. بغينا ان شاء الله الفيديو الماجي يكون بكاميرا جديدة، يكون بميكرو جديد، والدعم ديالكم نتوما شكرا لكم بزاف. كان معكم خوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزو بخير. يجري على سماع هذا الذي يسمعونه، لكن عندما يتحدث الشخص اللي يسمي بالمتهم تقفل الميكروفون. هل في هذا عدالة؟
يسقط العميل، يسقط العملاء، يسقط بوش، نحيا الأمة.